السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه يا حبايبي؟ اخباركم ايه؟ هعمل معاكم النهارده ان شاء الله كيكة الرواني من غير بقى ما نستخدم زبادي، من غير ما تستخدمي دقيق السمولينا، كلها مكوناتها موجودة عندك في البيت كده. حاجة كده جميلة جدا زي ما انتوا شايفين، هشة طرية كده، حاجة روعة. وهقولك على كل اسرارها وكل تكاتها، وايه اللي يخلي الكيكة بتاعتك تبقى مظبوطة وما تفشلش منك ولا تهبط منك وتطلع كده طرية كده ومنفوشة. تابع معايا الفيديو ان شاء الله، ان شاء الله هيعجبكم. طبعا ما تنسونيش طبعا في اللايك على الفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ان شاء الله عشان يوصلك كل جديد من قناتي. معاكم قناه وصفات مطبخ ام جنة، ان شاء الله يا رب تعجبكم وتلاقوا فيها كل حاجه جديده ان شاء الله. حاجه كده زي ما انتم شايفين كده، هشه جدا متماسكه جميله. ندخل بقى على كده مقاديرنا. عندي هنا كده كوبايتين من الدقيق، كوبايتين 200 ملي، وهزودي عليهم كمان معلقة. تمام كده. انا عندي هنا المج ده كبير، تمام، فانا حاطه ايه ماليه يعني ماليه المج حوالي مج تقريبا، وهحط عليهم كمان معلقه زياده. وهستخدم بيضتين، هستخدم كوبايه كده من جوز الهند برضو حوالي 200 ملي، هستخدم كوبايه مج برضو من السكر حوالي برضو 200 ملي. هستخدم كده كيس من البيكنج باودر كامل، كيس من الفانيليا، هستخدم شوب برضو من اللبن حوالي 200 ملي، هستخدم نص كوباية زيت. دي كل مقادير الكيكة بتاعتي. هنزل الاول كده بالبيض بتاعي في الخلاط. هتحط البيض بتاعك وتنزلي عليه كمان بالسكر بتاعك. هننزل عليه بالفانيليا كمان. نزلنا كده عليه بالفانيليا، طبعا بديله بقى تقليبه كده جامده برضو. قبل ما انزل بالزيت كده بتديله كده ايه تقليبه حوالي دقيقتين كده، السكر مع البيض. بعد كده تنزلي بقى بنص كوبايه الزيت بتاعتك. هنزل كده بشوب اللبن كمان 200 ملي، انا نقلته كده وكان في كوبايه اللي هو الشوب التاني الكبير، انا قلته لكم في المج عشان يبان. مج كمان كده من اللبن. هنزل عليها اهم حاجه تكه برضو تخليلك الكيكه بتاعتك كده منفوشه وطريه، انك انت تنزلي عليها بمعلقه كده من الخل، وفي نفس الوقت كمان هيشيلك زفاره البيض. لازم بقى خطوه برضو مهمه جدا لنجاح الكيكه بتاعتك، لازم تمسكي تضربي الخليط بتاعك ده حوالي 10 دقايق كاملين متواصلين في الخلاط، ماشي، بحيث ندخل فيه اكبر كميه هواء. تمام كده. انا كده ضربت زي ما انتم شايفين، نزلت بيه في البوله بتاعتي. هبتدي بقى امسك الدقيق بتاعي كده واحده واحده، هنخله كوبايه كوبايه، هبتدي انخل كوبايه وادخلها في الدقيق، وبعدين انخل كوبايه تانية وادخلها. الطريقه دي كده انت بتدخلي الهواء جوه الدقيق مع على الخليط اللي انت بتعمليه اللي انت عاملاه، تمام كده. فانت كده بتدخلي اكبر نسبه هواء عشان الكيكه بتاعتك تبقى ايه منفوشه. دخلي بقى كده الدقيق بتاعي كده في الخليط واحده واحده. هنبتدي بقى كده ندخل كوبايه تانية. في ناس كتيرة بتبتدي بتشتكي دايما ان الكيكة بتاعتها ما بتنفش معاها، بتطلع هبطانة، ما بتطلعش طرية كده. تمام كده. تابعي التكات اللي بقولك عليها دي، ان شاء الله هتاكلي ان شاء الله احلى كيكة، سواء كيكة عادية او كيكة رواني، اي حاجة. تابعي بس الطريقة، ان شاء الله هتطلع جميلة جدا معاكي. ادخلي بقى الدقيق بتاعك برضو وادخلي بيه كده واحدة واحدة برضو. هننزل كمان عليه كمان بجوز الهند بتاعي، ونبتدي بقى ندخل كل المكونات بتاعتنا كده. قلبي بقى كده واحدة واحدة المقادير بتاعتك كلها، الدقيق مع جوز الهند كده واحدة واحدة.
دخلي بقى براحتك كده الدقيق بتاعك كده، دخليه كده في العجين بتاعي في الخلطة بتاعتك كده. هتقلبي كده وتحاولي تدخلي فيه، الطريقة دي بتدخل معاكي هوا كمان لما بترفعيها كده، تحاولي تدخلي فيه هوا كده. انا كل ده منزلتش بالبيكنج باودر بتاعي، انا مخليه اخر مرحلة. البيكنج باودر هتخليه اخر مرحلة انتي بتعمليها. انا بنتي قاعدة جنبي فقاعدة ايه شغالة لعبة بقى يعني، وحاجة ايه حاجة صعبة يعني. نزلنا كده بكيس البيكنج باودر كله بتاعي، ابتدي بقى اقلبي واحدة واحدة كده بالراحة، بحيث الهوا يدخل جوه الخليط بتاعك. شايفين شكلها عامل ازاي؟ لازم تخليها لا متماسكة قوي يعني، لا سايلة قوي ولا ماسكة قوي يعني، هي تخليها وسط يعني، خير الامور الوسط يعني. تمام كده. شايفين جميلة جدا. هنجيب بقى الصينية بتاعتي، انا عندي صينية هنا كده عاملاها كده بالزيت، بشوية زيت ورشتها بدقيق كده. انتي لو عندك ورق زبدة على طول عايزة تحطي ورق زبدة حطي ورق زبدة. تمام كده. انزلي بقى بالخليط بتاعك كويس جدا. لازم تكوني مسخنه الفرن طبعا وانتي شغاله، الفرن بتاعك اهم حاجه تكوني مولعاه قبليها مثلا بيجي 10 دقايق كده ولا 5 دقايق، وليه يعني مثلا 7 دقايق يعني، عشان برضو ما يبقاش ايه حامي قوي يعني يسلق منك الكيكه. تمام كده. هتسخنيه كويس جدا. تبتدي الكيكايه بتاعتك تحاولي تطلعي كده تهبطي الصينيه كده بحيث تطلعي منها اي نسبه هواء. تمام كده. وهتدخليها بقى على الفرن كده، هتقعد معاكي حوالي نص ساعة، مش هتفتحي عليها خالص الا لما تستوي، عشان الكيكة بتاعتك ما تهبطش. لازم تكون تديها نص ساعة متواصلة عقبال ما تفكري تفتحي عليها او تشوفيها. تمام كده. ادي الكيكة بتاعتي ما شاء الله زي ما بعد ما خرجت، شايفين كده يعني ما شاء الله منفوشة جدا، طرية كمان وجميلة. هبتدي بقى انسقيها بقى كده بالشربات بتاعي. طبعا هكون انتي مجهزة شربات اللي هي كوباية سكر مع كوباية ونص مية، وتولعي عليهم مع نص ليمونة او ذرة كده من ملح الليمون. تمام كده. وتولعوا عليهم النار لحد ما يتقلوا. برضو ده هيبقى تقيل اوي، ده هيبقى يعني ايه سمكه برضو مش تقيل اوي. واسقي بقى الكيكة الرواني بتاعتك. حابة بقى انتي الشربات كتير زودي، انا بالنسبة لي مش حابة، ما بحبش الشربات كتير، فانا بديها وش كده. ممكن بقى انت لو حابه شربات كتير تقطعيها وتسقيها بحيث الشربات يتغلغل كده جواها يخش جواها كلها، بس يعني احنا بنحب الشربات كده قليل، فانا ما رضيتش اقطعها الا ايه حطيت شربات كده يعني قبل ما اقطعها خالص يعني، وبرده ما كترت الشربات. تمام كده. لو انت بقى من هواة اللي هي تبقى مسكره قوي قطعيها كمان، واسقي بقى شربات كده هتلاقيها كلها كده، هي بتبقى جميله جدا، بس احنا السكر الزياده شويه بيجزع الواحد يعني. خير الامور الوسط يعني. تمام كده. انا كده سقيتها كلها بالشربات بتاعي، يعني انا استخدمت تقريبا في كل ده هي نص كوبايه شربات اللي انا حطيتها عليه، ما حطيتش اكتر من كده. ابتدي بقى ايه اديها بقى جوز الهند بتاعك كده، هتشربيها طبعا الشربات بتاعك كويس كده تشربه، وبعدين ابتدي بقى ايه رشيها كده بجوز الهند. شايفين شكلها عامله ازاي؟ جميله ان شاء الله هتعجبكم. هنبتدي بقى كده نديها كده نزوقها كده بجوز الهند كمان من فوق كده من على الوش. وقطعيها بقى كده، وبألف هنا وشفا ان شاء الله. طريقة سهلة جميلة بسيطة، هتتبع ان شاء الله المقادير دي كلها والطريقة اللي انا عملتها ان شاء الله لا هتفشل معاكي ولا هتهبط معاكي ان شاء الله. وطبعا في نهاية الفيديو متنسيش طبعا في اللايك على الفيديو، اشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واترككم في حفظ الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.